عايز ارجع معاك من البدايه يا اسامه، يعني كلمني على علاقتك بالثوره. يعني بدات ازاي هنا، وبعدين زي ما اتحركت التحرير، احكيها لي انا كده انسانيا معاك. اتحركت زي اي شخص مصري عادي يعني. بدافع ايه يا اسامه؟ بدافع طبعا مصر، بدافع عن مصر، ان حاسس ان كان في كبت بقاله 30 سنه و... ومشاكل الواحد ما بيخرجش منها. رحت تشارك اخواتك بقى في الثورات؟ اه طبعا. ايوه. بدات ازاي بقى علاقتك هنا في طنطا؟ هنا برضو كان في مظاهرات كتير. انا ماليش علاقه باي حد خالص، لا لا، بنفسك بتنظيمات مثلا او جمعيات او كده، لكن ده بتابع شخصي بس مش اكتر. اتحركت زي ما اتحركت هنا في المظاهرات. عملت نشاط هنا في طنطا؟ المظاهرات اللي هي كانت موجوده هنا طلعت فيها برضو زي اي شاب. وفي مصر كنت عايز اشارك في التحرير بالذات، لان ده كان قلب الثوره يعني. وبدات ازاي حركتك للتحرير؟ انا خرجت في يوم الفجر، ورحت يوم ايه الفجر؟ كان يوم الخميس اعتقد تحديدا يعني. يوم الخميس 3 فبراير اعتقد، اللي هو نفس اليوم اللي اتمسكت فيه اللي اتمسكت فيه هناك. ورحت هناك. كنت رايح ازاي بقى؟ اوصف لي هيئتك كده. انا كنت رايح، اصل احنا ما شفناكش العريان يعني. انا كنت لابس بدله بتاعتي لان انا خريج حقوق، محامي. لابس البدله بتاعتي وشيك جدا. هي اظن البدله اللي حيلتك يا استاذ، مش كده؟ هي البدله اللي حيلتي فعلا بصراحه، اللي اشتريتها بفلوسي. وهي اللي اتقطعت واتبهدلت؟ اتقطعت هناك. وكنت سامع الحاجه بتقول جزمه كمان لا كنت لابس يعني افضل ما عندي يعني. رايح حاسس انك رايح عرس فرح؟ فرح بصراحه، لان حسيت ان كان في التحرير بصراحه ان المصريين كلهم موجودين. خفت انك ما تبقى بعيد؟ ما ابقى مش موجود. حبيت تبقى جوه الصوره؟ حبيت ابقى موجود، اكون موجود. ورحت هناك. وازاي دخلت التحرير؟ وصلت رمسيس بالعربيه بالميكروباص. وهناك ده ميكروباص من طنطا للقاهره؟ للقاهره. نزلك في رمسيس؟ نزلنا في رمسيس. ماشي. نزلت هناك وطلبت ان انا اركب اي حاجه توديني هناك ميدان التحرير، اي حاجه. ما لقيتش لغايه لما ركبت تاكس واديته كل الفلوس اللي معايا. كام الفلوس معاك؟ حوالي 700 جنيه. ايه معقوله؟ ليه؟ عايز اوصل ميدان التحرير باي طريقه، باي شكل. باي شكل. كل الفلوس اللي في جيبك رحت مديها لسواق من غير حتى من فلوس ارجع بيها. وخدها سواق التاكسي؟ وخدها سواق التاكسي. ودخلك ميدان التحرير؟ دخلني عند منطقه هناك اللي هي تعتبر عبد المنعم رد. تمام. بس لقيت في ناس مسكوني. صفاتهم ايه الناس دي او اشكالهم لو لسه فاكرهم؟ هو في منهم شباب انا ما اعرفهمش بصراحه. يعني انا ما اعرفش اي حد فيهم خالص. ما تعرفش اي حد؟ لقيته. ولا فاكر اشكالهم خالص؟ ولا فاكر اي حاجه. مسكوك بتهمه ايه؟ ما اعرفش. مسكوني كده، قطعوا البدله بتاعتي وقعدوا يضربوني. وطبعا انا قعدت انزف، اتعورت طبعا. وفي ناس عجتني تاني يعني. في ناس كانوا لابسين لبس دكاتره. لبس دكاتره؟ يعني المرياله بتاعت الاطباء دي. المرياله بتاعت الاطباء. دول بقى اللي عالجوك من الجروح اللي انت تعرضت ليها، الاصابات اللي تعرضت فيها في الضرب. رش عليا ميه وكده. تمام. ايوه. ودخلت مكان كده زي مكان للسفريات. لا ازاي بقى اتخذت من مكان العلاج؟ كنت اخر محطه فيها دلوقتي بتاعه العلاج؟ مكان معالجوك. وشالوني. شالوك بقى الناس؟ شالوني دخلوني جوه. مكتب ايه؟ مكتب سفريات. ايوه. مكتب سفريات في التحرير. تمام. لان انا شفت هناك لوح بتاعه سفريات. واجهزه كمبيوتر مشغلين قنوات الجزيره. مظبوط. وناس كتير جوه بقى كانوا في المكان ده. ما تعرفش ولا حد فيهم ولا هم كمان اعتقد ان هم عرفوني خالص. تمام. لان انا ما اعرفش حد، بس انا كانت هدومي اتقطعت وكنت لابس كلثوم. داخلي. طيب ومن فوق ليه الداعي اللي كان انك تبقى عريان خالص؟ ما اعرفش. هم الهدوم بتاعتي كلها اتقطعت. يعني مش هم اللي عروك بشكل؟ هم قطعوا هدومي. قطعوا هدومي، حتى البدله اتقطعت والجزمه ما لقيتش الجزمه بتاعتي حتى. بس داخل غرفه بقى السفريات ديت بقى. داخل غرفه. احكي لي بقى رحلتك بدات فيها ازاي؟ هو انا الحاجه اللي انا متذكرها ان كان في واحده صحفيه اجنبيه بتتكلم انجليزي. ايوه. او بتتكلم لغه اجنبيه، ما اعرفش، ما كنتش فاكر قوي. وكانت بتصورني.
بتصورك فيديو ولا فوتو؟ بتصورني فلاش. فلاش يبقى صور. صور عاديه. تمام. وشفت ناس كانوا بيضربوني هناك. ايه الداعي يعني؟ بيقولوا لي انت ايه اللي جابك هنا، وانت او بحاول ان انا افهمهم وهم مش عايزين. ايه الداعي بيضربوك ليه؟ مش عارف، انا ما اعرفش ايه السبب. هم فاكرين ان انا واحد مثلا ضد الثوره. يا اسامه انت اتكلموا معاك على انك رائد امن دوله. مظبوط. ايه الداعي انهم قالوا انك رائد امن دوله؟ انا ما اعرفش، في حاجه كانت تثبت ان انا رائد امن دوله. انت معاك الصور اللي انت تثبت شخصيتي دلوقتي، ومعاك صوره البطاقه بتاعتي وصوره شهاده الكليه ان انا خريج حقوق. طيب كل الادله دي موجوده، ولنفرض حتى ان ما كانش معاك ولا ورقه منها. تمام. ايه الداعي ان اتقال ايه الدافع اللي خلى واحد يشك انك امن دوله؟ هم عايزين يعلقوا اخطاء على ناس، فممكن هم ما لقوش قدامهم غيري. هو ده كان، اعتقد ان هو كان يعني خدعه بيخدعوها. بيخدعوا مين يا اسامه؟ يخدعوا الراي العام. اعتقد ان هم عايزين يقولوا ان هم لهم دور، الناس ديت لها دور في الثوره، وهم اعتقد ان هم مالهمش ثوره. دي مش ثوره. انت يا اسامه كنت حاسس، انا كنت حاضر الشيء ده، يا اما حاله ذهول صيباك، يا اما حاله صدمه، يا اما انك الضرب مخليك في وادي تاني خالص. انا صدمت طبعا، لان يعني انت كنت واعي ذهنيا لكل اللي بيحصل حواليك؟ انا ما كنتش واعي طبعا من كتر الارهاق اللي كنت فيه. طيب في اللحظه اللي كان بيكتب فيها على صدرك رائد امن دوله وكذا وكذا وكذا، مش فاكر، واعتقد ان انا قلت لهم لا، يعني مش فاكر هم كتبوا على القميص بتاعي. جابوا لي قميص متقطع. ايوه من هدومك. لا مش من هدومي. جابوا لك قميص متقطع مش من هدومك. مش بتاعي. ولبسوهوني وكتبوا عليه امن دوله من ورا. يعني جابوا لك حاجه كده قميص مقطع. انا ما اعرفش كان مكتوب عليه جاهز ولا راحوا؟ لا هم كتبوا عليه، كتبوا امن دوله عليه وراحوا ملبسونه لك. لبست انا القميص ده كان لونه بامبي بالامر. مظبوط. ده اللي انا فاكره، لان انا مش فاكر حاجات كتير، لان انا يعني في حاله ما اقدرش ان انا اتذكر حاجه. كان الضرب ضرب مبرح يا اسامه؟ تعذيب طبعا. طيب في نقطة تانية، ما كنت بتضرب بالإقلام وسوري وانت بتتمسك من الأعضاء الذكرية ليك. تمام. يعني كنت بتحس بيه؟ طبعا ده تعذيب، انت مش متخيل يعني. ده تعذيب. وانت بتقول ارحمني وريحني للشخص اللي كان لدرجة انا قلت لهم انا موتوني. كنت بتقول موتوني. قلت لهم موتوني لو انتم مش مصدق، يعني فاكرين ان انا ضد الثورة يعني، لكن انا كنت مع الثورة. انت حسيت بيه يا اسامه لما انت رايح كده تشارك في ثورة بلدك وفجأة تلاقي نفسك في الموضع ده؟ حسيت بيه؟ انا طبعا، واي حد في مكانك كان هيكره البلد، بيكره البلد اللي فيها يعني. كرهت الثورة يا اسامه؟ لا طبعا ما كرهتش الثورة، لان فيها رجال طبعا، وفي ناس طبعا شهداء كتير في الثورة. لا انت شخصيا لما كنت رايح بكل العنفوان دوت وبكل الروح الفدائيه ديت وماشي المشوار ده كله حضرتك عشان تشارك الثورة وفجأة تلاقي نفسك بيتقال عليك انك رائد امن دولة وتلاقي نفسك تحت رجلين الثورة بدايتها ايه؟ الثورة بدايتها ايه؟ عيش، حرية، عدالة اجتماعية. ده كان ثلاث مطالب. احنا كنا عايزين عيشة كريمة، حرية، وعدالة اجتماعية في المناصب وفي كل حاجة. طبعا كل البلد عايزه تمشي، مش عايزين، ما حدش عايز يقعد. لا يعني عايز تقول ان الشيء اللي حصل لك ده فداء للثوره، يعني ان مثلا انك مضحي باللي حصل لك دوت في سبيل ان الثوره تنجح. في ناس طبعا ضحت بارواحها. انت حضرتك بتتكلم في ايه؟ ضحت بارواحها وماتت. بس انا يعني انت متقبل هذا الشيء، الاهانات الانسانيه اللي تعرضت ليها؟ لو كانت في سبيل تحقيق الهدف اللي هو كان ان طبعا الحكومه ان هي ترحل، ماشي مفيش مشكله. وهل اللي حصل لك ده كان في سبيل تحقيق الهدف؟ انت شايف انه كان مبرر؟ لا طبعا، انا شفت ان انا اتهنت من ناس غبيه جدا، يعني ما بتفهمش. كنت حاسس ان بيفرغوا فيك روح انتقام او شيء من هذا القبيل؟ مش عارف والله، انا حسيت ان هم ناس اغبياء، بس شويه ناس ما بتفهمش، يعني ما بتفرقش ما بين الحق تقدر تلتمس لهم العذر يعني في اللي عملوه؟ لا طبعا، لا. ما هو الغباء دوت يعني بيعذر صاحبه. لا هو غبي عن ادراك. بيتغابى قصدك؟ والحمد لله ان هي وصلت للدرجه دي يعني. الحمد لله يا اسامه. عملت بعد كده رحت للطبيب وكشف عليك؟ رحت طبعا واتعالجت، لان كان الموضوع ده سبب لي نوع من المرض النفسي.